السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي وأعزائي الأهلاوية في كل مكان. أهلا بكم وجميع أصدقائي في الوطن العربي واللي متابعينا. أهلا بكم وأرجو متابعة الفيديو للآخر، لأن في آخر الفيديو في أخبار خطيرة جدا وشيء قوي جدا. نبدأ بالعناوين. هنبدأ سر انقلاب أحمد عبد القادر على كولر في سر رهيب، وعندنا كمان فيوتشر يخسر من انبي 2-1 عفوا، وبيراميدز يفوز على فيوتشر ويصعد للادوار الثانيه 2-1 على فيوتشر. وعندنا كمان كولر مع اللاعبين اول مره ينفعل، وكمان غرامه احمد عبد القادر وبعض الاخبار اللي تخص بالنادي الاهلي ومباراة نهائي كأس السوبر ومباراة النادي الأهلي مع غزل المحلة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. نبدأ الأول بموضوع أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر، وعشان بس الكل يعرف، إحنا ما إحناش عاوزين نزايد على حد. النادي الأهلي يعلمنا وعودنا رؤساء النادي الأهلي من قديم الأزل اللي إحنا عاشرناهم واللي إحنا ما عاشرناهمش. إحنا هنتكلم على شعار طلعوا الكابتن صالح سليم رحمه الله: الاهلي فوق الجميع. الاهلي فوق الجميع يا جماعه، دي مش كلمه عابره والناس عشان ما تفكرش ان الكلمه ديت شعار من شعارات التطبيل او شيء. لا، الاهلي فعلا فوق الجميع. تعلمناها من الادارات وتعلمناها من الاعضاء وتعلمناها كتير جدا من المجالس اللي قعدوا في النادي الاهلي، رموز النادي الاهلي. فاحمد عبد القادر عنده حته الانا او مغرور، لان انا مش هنخش على احمد عبد القادر كتير عشان ما ندمرش، لان في حاجات حصلت على احمد عبد القادر. تعالى نمسك الموضوع واحده واحده كده. بعد مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني المملح والسحور دسم ب 3-0 على الرايق وعلى المرتاح وعلى الهادي، نروح نشوف كده ايه اللي حصل. مارسيل كولر شد ايد احمد عبد القادر وحاول ان هو يشده ناحيه الجماهير ويحتفل. وانا الحمد لله سبق قبل كده قلته ان مارسيل كولر فاجئ بال60,000 متفرج اللي في المباراه، وكان باين عليه علامات الفرحه. فقلنا ان هو اخذ اللعيبه، فكان من اللعيبه اللي جنبه كان احمد عبد القادر فبيشده، فاحمد عبد القادر شد ايده من ايد مارسيل كولر بشكل سيء جدا، وتوصلت وتابعها جميع التواصل الاجتماعي، وكان لها مردود سلبي قوي جدا على احمد عبد القادر وعلى مارسيل كولر وعلى النادي الاهلي. تعال نتكلم. كابتن سيد عبد الحفيظ والنادي الاهلي حط عقوبه قويه جدا على احمد عبد القادر، ومارسيل كولر دخل مع اللعيبه اوضه اللبس. كان كل مره لما بيخش اوضه اللبس كان يتكلم على الفنيات وبعض الشيء. طبعا ناس كتيره كانت بتتكلم على مارسيل كولر، انا واحد منهم، كنت بقول انه هادي زياده عن اللزوم، و لعيبه مصر عاوزين الصلابه، عاوزين واحد زي مانويل جوزيه، واحد شديد كده. فمارسيل كولر اتحول مرتين، دي المره الثانيه. اول مره كانت في كاس العالم للانديه لما دفع بيرسي تاو وهدده ان لو ما تعادلش مش هيلاقي مكانه في الفريق. المره الثانيه في المره ديت لما اجتمع مع اللعيبه بعد المباراه، وده شيء حصري اول مره حد هيسمعه، لان الحاجات ديت من داخل ابواب النادي الاهلي، من داخل النادي الاهلي ومن مصادرنا الخاصه. فاحنا هنتكلم بمنتهى الشفافيه وهنقول ان مارسيل كولر جه اتكلم كلمتين لجميع اللعيبه. قال اول شيء اتكلم وعلق على موضوع ياسر ابراهيم واللي حصل، والصوره اللي حملت ستوري، ومجدي قفشه وبعض اللعيبه اللي حاولت تتفاعل بصور كتيره عبر الانستجرام وما كانتش، او معنى صح ما لقتش قبول عند مارسيل كولر ولا عند اداره النادي الاهلي. فمارسيل كولر اتكلم معاهم قال لهم مهما كان نجوميتكم، مهما كان انت لاعب مكانك محجوز او بيتبني عليك الخطه بتاعتي، مش هتكمل معانا، وانا هبلغ الاداره بكده وهبلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ بالكلام ده. اي لاعب مش هيلتزم في الفتره القادمه مش هيلاقي مكان. فده المره الثانيه، وكان بيتكلم بانفعال قوي جدا. فتعال نبص بقى ايه الموضوع بتاع احمد عبد القادر. احمد عبد القادر عمل ليه كده؟ في برضه حاجه ممكن ناس كتير ما يعرفوهاش حصلت، ان احمد عبد القادر في مع المنتخب القومي شيء
قوي جدا حصل وخطير. حصلت مره قبل كده مع ايهاب جلال، واتكلم ان احمد عبد القادر ايهاب جلال لما كان ماسك المنتخب اتكلم معاه لما ضمه، قال له ما تمسكش الكره زياده، قال له انت ما بتقولش ليه كده لمحمد ابراهيم؟ مش عارف ايه الفرق وايه التدخل، هل هو يقصد محمد صلاح؟ لان محمد ابراهيم ما كانش مع المنتخب، فايه المقصود بها ما نعرفش، بس هو ده كان بدايه لسوء تصرفات احمد عبد القادر. ملخص ايه اللي حصل وايه اللي ملا ودان احمد عبد القادر واللي حاصل له بقاله فتره. هو من ساعه ما اتضم للمنتخب، في احد الاعضاء او احد جهاز الفني مع المنتخب المصري كلم مع احمد عبد القادر وقال له عليك الاحتراف، الاهلي هيدمرك ومش هتحترم. احمد عبد القادر حس نفسه ان هو سوبر ستار او نجم الشباك او حاجه زي كده. يا جماعه النادي الاهلي في مصر قلعه قويه جدا، مش زي اي حد، وكلامي يقصد الجار، لان عندهم حته صناعه النجم اللي هو مش نجم، او تكبير وتطبيل للنجوم اللي عندهم حتى لو ما خدوش بطولات. فديت مشكله احنا مش هتلاقي عندنا، مش هتلاقي عند جماهير النادي الاهلي ولا اداره النادي الاهلي، وخصوصا الجماهير، لان احنا اتربينا على المقولات اللي انا قلتها عليك ان النادي الاهلي فوق الجميع. عشان نخلص الموضوع ده ونقول ان موضوع احمد عبد القادر حس بغلطه والاهلي ده نزل عليه غرامه كبيره جدا. نروح لمباراه النادي الاهلي مع المحله يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. في لاعيبه كتير احتمال ما تشاركش، يعني واحد زي محمد الشناوي، ممكن احمد عبد القادر، ممكن او ممكن لا، المهم محمد هاني ممكن ما يشاركش، ممكن نشوف كمان وعمرو السولية مش هيشارك. يعني ممكن اكتر من اللعيبه اللي شاركوا في مباراه نادي الهلال مش هيشاركوا في مباراه غزل المحله يوم الاربعاء القادم الساعه 9 ان شاء الله بتوقيت مصر ان شاء الله. عندنا نقطه ثانيه وحته الفار. احنا زي ما قلنا قبل كده ان هم بيحاولوا يعرقلوا الدوري المصري لصالح الزمالك على اساس ان الدوري، لان في جمله كده بسيطه اتقالت من لجنه التحكيم ومن اتحاد الكوره، الانديه اللي عاوزه تشتكي او تعترض على عدم وجود الفار عليها ان هي لها الحق ان هي تشتكي، على الرغم ان في حاجات كتيره زي الثلاث لعيبه بتوع الزمالك واشياء كتيره وبعض الاحكام اللي حصلت والحكام كان اجباري عدم الاعتراض. ده يوضح كلامي في فيديوهات قبل كده اللي انا اتكلمت وقلت اتحاد الكره بيحاول يوقع البطوله ديت. وعموما نروح لشيء اخر ونقول مفاجأة من المفاجآت ان النادي الاهلي ممكن يلعب ب50,000 متفرج للجماهير ان شاء الله في المباراة الكاس القادمة. 50,000 متفرج، طبعا بطولة الكاس ديت الناس عاوزة تعرف ايه الموضوع بتاع بطولة الكاس. طيب وفي واحد هيسألني سؤال ويقول طب ليه ياخد ال50,000 على الرغم ان ممكن ان بيراميدز يتقسموا فيها؟ تعال نمسكها واحدة واحدة. بطولة الكاس بطولة ينظمها الاتحاد المصري، ولا يحق لأي حد حتى الأندية اللي مشاركة في النهائي ان تاخد حاجة من الرعاة او تستفيد بشيء الا البطولة. طيب البطولة ديت طرح من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ب50,000 متفرج بسبب الجمهور المتحضر، جمهور النادي الأهلي، الجمهور المحترم اللي حضر المباراة الأخيرة، وفي رقي وأحداث غريبة حصلت. وطبعا الفيديو المفبرك وزارة الداخلية الحمد لله عرفت مين اللي فبركه، وهم 4 أشخاص زي ما قلنا، 4 أشخاص، وهيجوا طبعا 2 من الإسماعيلية و2 من الجزيرة، وتعرفوا الحمد لله في فيديو مفبرك لجماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي ما عملش أي حاجة، النادي الأهلي جماهيره كانت برقي رهيب جدا وباحترام، وفضلت في الاستاد بعد مباراة الهلال أكتر من ساعة كمان، حتى الإضاءة ظلمت على جمهوره موجودين وبالاحتفالية وطالعين بنظام وداخلين بنظام، وشيء قوي جدا ومتحضر جدا. فاتكلم مندوب من اتحاد الكرة المصري بطلب لوزارة الداخلية بحضور برضو 50,000 متفرج، تنقسم بين 25,000 للنادي الأهلي تذكرة و25,000 للنادي بيراميدز تذكرة. طيب نقطة تانية كمان ان بيراميدز تطلب حكام أجانب في مباراة القمة نهائي كأس مصر، وده شيء كويس. احنا نفسنا عاوزين، احنا ما عندناش ثقة يا جماعة، احنا ما عندناش ثقة في حكام مصر للأسف. احنا ممكن نقول في كام حكم بقى كويسين بس الضغط عليهم أصعب،
لا احنا عاوزين حكام اجانب، والحمد لله ان هيتوافق على الطلب ده، لان من سعادتنا ان ما يبقى حكام اجانب. الاهلي لما بيحكم حكام اجانب ما بيخشش فيه هدف يا جماعه. تعالوا ماتش بيراميدز وماتش الزمالك حكام اجانب، الاهلي فاز ب3 وما دخلش فيه هدف واحد. وطبعا عموما بعرقلوا النادي الاهلي واللي بيحاولوا يعملوا الاشاعات. رساله اخيره اتكلم فيها، الاهلي دلوقتي بيحتل مكانه عالميه قويه جدا في الوسط الكروي العالمي والوسط الكروي الافريقي. ارجو من اتحاد الكوره، ارجو من جميع اعضاء من لجنه المسابقات، كل من يحب هذه البلد عليه ان يساعد النادي الاهلي، ليس تحطيم النادي الاهلي. الاهلي لما فاز على القطن الكاميروني 4-0 هناك، على الرغم اللي الخصم الكابتن رضا عبعال اللي طالع يقول الاهلي لو قابل صن داونز في البطوله هيطلع هياخد البطوله وهو الافضل وياخد البطوله، ما عدا ان قابل صن داونز. ليه يا عم؟ على فكره النادي الاهلي اخر 4 سنين صعد يحتل المركز الثاني ب10 نقط، رقم قياسي. النادي الاهلي اول مره يعدي دور المجموعات ويجيب 14 هدف. بنتكلم ان 3 في 3 الهلال و3 قطن الكاميروني هنا، و4 قطن الكاميروني هناك 10، و2 تعادل 2-2 مع صن داونز هنا، و5-2 هناك. جبنا جولين في ماتش صن داونز هناك كان 14 هدف. ده رقم قياسي. الاهلي اعلى فريق الوقت يجيب 14 هدف ويصعد بهم في المركز الثاني، فده شيء قوي جدا وده رقم قياسي تاريخ للنادي الاهلي. طيب نخش على حاجه ثانيه ونقول النادي الاهلي اخر 4 سنين صعد في المرتبه الثانيه ب10 نقاط برضه، ووصل منهم كام؟ 3 عفوا اخر 3 بطولات الاهلي يصعد المركز الثاني ويصعد للنهائي البطوله. خد منهم البطوله مرتين ومره انهزم بفعل فاعل، طبعا بالجواب اللي احمد العطار اخفاه. ارجو الرساله تكون وصلت، وارجو تعملوا زي المغرب وجماهير المغرب واتحاد الكره المغربي والناس المحترمه هناك في المغرب اللي بيعملوا على رقي واعلاء الرياضه المغربيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وارجو مسانده هذا الفيديو والاشتراك في القناه.